الفني النادي امبي. فعلا اعزائي المستمعين، معايا عروس الليله او عروس المباراه النهارده الكابتن طارق العشري، مدير فني امبي. وما نقول الكابتن طارق العشري وامبي يبقى في الضلع الثالث افريقيا. كابتن طارق العشري، يعني بنقول لك مبروك على نقطه غاليه جدا خدتها من عرين الاسد. شاكر جدا حبيبي، الله يخليك. يعني نقطة غالية من عين الأسد فعلا، ويعني نقطة بمثابة فوز بحيي فيها اللاعبين بشكل جيد جدا. أنا أولا بحييكم الشباب الرياضي بالحبايبي، مش عارف مين في الاستوديو طبعا كابتن كريم وكابتن سامي وكابتن شادي معاك بعد ما خلص. تحياتي الكريم والشادي والسامي. وأنا بحيي اللاعبين النهارده طبعا في ظل الغيابات الكبيرة جدا اللي بتضرب الإصابات والانذارات. يعني 6 لاعبين مؤثرين جدا جدا، وان كونك تأدي هذا الاداء التكتيكي العالي امام فريق بحجم النادي الاهلي متصدر البطوله، وانك تاخد بونت. اعتقد النهارده انت فرضت اسلوبك، حتى الاسلوب الدفاعي الجيد المنظم، مع انطلاق لبعض الهجمات المرتده اللي ممكن قعود في بدايه الشوط يستثمرها ومرعي يستثمرها. الشوط الثاني يمكن ارتدينا، وده ارتداد انا في رايي برضه طبيعي للخوف على النقص، وان كان طبعا عطى الافضليه للنادي الاهلي في سيادته للمباراه. لكن اعتقد ان لو جينا لعدد الفرص اللي اتيحت للنادي الاهلي اعتقد قليله جدا. اللهم المتذكر منها بتاعت وليد اللي هي وقفت تحت رجله. كون ان لعيبه انبي يؤدي هذه الاداء التكتيكي في فرض اسلوبهم الدفاعي، كان ناقصنا فقط في الشوط الثاني انك تخفف الضغط ده بهجمات مرتده عن طريق قعود، عن طريق صلاح، عن طريق مرعي، عن طريق بسيوني. ولكن انا بحييهم يعني بصفه شخصيه، لان دي نقطه بمثابه فوز ان شاء الله هتؤثر علينا بالايجاب ان شاء الله في القادم ان شاء الله. يعني نقول تغييرات الكابتن طارق العشري والجهاز الفني الانبي كانت رد فعل تغييرات الاهلي، ولا دي كان سيناريو محطوط وتخيل محطوط؟ وانا عارف ان الكابتن طارق العشري بيقرا الفرقه اللي قدامه، بيقول لاحداث المباراه قبل ما تتم. يمكن يعني شوف حتى مجريات المباراه، النادي الاهلي في الشوط الثاني طبعا فرض سيطرته بشكل كبير جدا، وكان قريب من منطقه ال 18. كنت محتاج ان انت تقفل قلب الملعب، ثم نقلت قعود عشان لما كابتن حسام طرف احمد فتحي، احمد بيمتاز بالانطلاق الجيد، الكروس الجيد، فقفلت عليه بقعود وثلاثه في نص الملعب بنزول توب. وده كان شيء جيد مننا، على اساس النادي الاهلي كان عامل سيطره فعليه في وسط الملعب. لكن على مستوى الهجوم اعتقد ان احنا كنا مسيطرين بشكل جيد جدا، ومفيش زي ما قلت لك هجمه على مرمى عالي. ديفنس يعني مش عاوز اذكر الكل صراحه، يعني صلاح ورامي وحتى عمرو طارق وبعديه عبد العزيز، عبد الله جمعه قدم مباراه جيده جدا، منويل مع عيد. يعني بشكرهم انا على تعبهم، وانا اعتقد يعني نقطه عادله، لان وان كان طبعا المباريات اللي زي ديت خاصه مع النادي الاهلي مباراه خطف، لو وفق قعود او وفق عمرو مرعي اعتقد ان احنا كنا هنبقى ليدك في المباراه. دي اول مباراه تعادل سلبي. لا ده اول مباراه تعادل سلبي بين الفرقتين، بين فرقه الاهلي. يعني شوف، انا كان يهمني جدا جدا ان في مباراه زي النادي الاهلي مصر كلها بتتفرج على الاهلي والانبي، ان اعيد شخصيه انبي من جديد. وده احنا مفتقدينها خاصه في الفتره اللي فاتت، لان اهتز نتائجنا بشكل كبير جدا، عدد الاهداف كتيره جدا. لكن لما تيجي تحسب ان هم قبل ما تولى 10 مباريات كانوا متلقين 21 هدف، وده لا يليق بدفاعات انبي. انا بتكلم كتنظيم دفاعي كتيم. لكن النهارده في 4 مباريات او 5 مباريات كونك انك تتلقى 3 اهداف ومنهم هدفين في كورتين ثابتين، ده شيء جيد على نطاق التنظيم الدفاعي التكتيكي للفريق، وده الاهم. انبي دايما كان بيتمتع بدفاعات قويه ثم ينطلق منها لهجوم قوي مباغت في كل المباريات الكبيره زي الاهلي زي الزمالك بهذا الاسلوب، وكنا مبادرين، كنا بنخفف الضغط باهداف. النهارده شيء جيد، يعني انك تعمل شيء ويفتقد شيء، بعد كده هيتحسن ان شاء الله باذن الله. انا حاسس كده كابتن كريم وكابتن سامي والكابتن شادي عايزين يكلموك، يعني فبيقولوا لي ما سيبناش، يعني معاك يا عمر. يا كابتن طارق حبيبي يا كريم، ازيك يا كابتن طارق؟ مبروك النهارده، نقدر نقول نقطه ايجابيه لامبي، يعني نقطه تحول شويه لامبي بعيد عن الماتشات اللي فاتت امام الاهلي كمان فريق الاقوى. مفيش شك يا كريم، طبعا يمكن انا اتكلمت معاك قبل كده. الولاد كانوا بيمروا بظروف نفسيه، كنت متخوف جدا من الهزايم. 5 هزايم متتاليه مفيش شك بتاثر على نفسيه الولاد، خاصه انبي لان مش متعود على الوضع ده. ودايما الناس المتابعين على الحقل الرياضي بيبصوا لانبي ان من افضل 4 فرق ولنا تارجت معين احنا بنحط نفسنا فيه.
كنا ان احنا في المركز اللي يليق بينا اللي هو 13 ب 13 نقطه قبل مباراه النادي الاهلي. هزايم متتاليه، الوضع الدفاعي بتاع التيم سيء جدا جدا، فانت بتحاول تعيد تنظيم الاوراق مره اخرى، تعيد شخصيه انبي مره اخرى خاصه مع الانديه الكبيره، وانك تعيد الثقه مره اخرى. الولاد للامانه محتاجين فوز يعيد الثقه مره اخرى للانبي، لغه الانتصارات تعود مره اخرى، ننطلق منها. فالنهارده كونك انك تخطف نقطه امام فريق كبير متصدر، وكمان انت كنت ممكن تخطف 3 نقاط لو وفق قعود او وفق مرعي، لان لما تيجي تحصر المباراه 90 دقيقه هتلاقي شوط ثاني، خاصه احنا في الشوط الاول وصلنا بالكورتين دول، والنادي الاهلي مفيش كره تذكر في خلال الشوط الاولاني على مرمى علي. الشوط الثاني يمكن كل سيطره ظاهريه في نص الملعب، وده لا يعنينا في شيء طالما ان هو ما بيهددش مرمان. الحاجه الثانيه يعني حضرتك دفاع حضرتك في الشوط الثاني ونادي امبي بيلعب زون ديفنس في نص ملعبه، ده كان مقصود من نادي امبي؟ طول ما الاهلي بعيد عن مرماك وماسك كوره مفيش مشكله، بس ما يقربش. مرماك انت منظم بدون تهديد. طب ليه ما حضرتك ما لعبتش حتى على الهجمات المرتده اللي احنا هي دي المشكله يا كريم. احنا كان عندنا فقدان للكره مسباص كتير جدا بعد انك ما بتكسب كوره. في الحالات اللي زي دي في الزون ديفنس الجيد محتاج انك تقف على كورتك او تباخد بهجمه مرتده ثم ترجع تاني تتمركز بشكل جيد جدا. لو احنا قدرنا في الشوط الثاني نعمل كده اعتقد ان احنا كنا هنهدد مرمى النادي الاهلي، لكن في الوقت الحالي الولاد عندهم فقدان ثقه وخايفين جدا 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 من الخساره. لكن الماتش ده يفرق معاكم يا كابتن طارق؟ والله ان شاء الله اتمنى ده يبقى دافع قوي، خاصه احنا عندنا مباراتين الانتاج ثم الطلائع. اتمنى ان احنا قبل الايقاف نعمل فوزين ننطلق منهم ان شاء الله لبعد الايقاف. بعد الايقاف طويل جيد هدينا نفس كويس، نعيد من ترتيب الاوراق. الست الاوراق اللي عندك غايبين ان شاء الله يرجعوا تاني عشان يضيفوا للاعبين وتبتدي تنظم نفسك بشكل جيد ان شاء الله. بشكرك كابتن طارق العشري المدير الفني للنادي امبي، ومبروك التعادل النهارده مع النادي الاهلي، نتيجه ايجابيه النادي امبي النهارده في الدوري المصري. اقوى تغطيه لمباريات كره القدم المحليه